يا مساء الفل، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط، القرنبيط المقرمش، وهنعمل له خلطة حلوة جدا. اول حاجة انا معايا هنا القرنبيطة دي اللي هي القرنبيط المكبوس. في قرنبيط بيبقى مفتح كده شوية. ده حلو، ده حلو، بس انا حابة النوع ده. فهنقطعها الاول زهر صغير، هنقطعها الاول زهرات صغيرة جدا زي ما انتوا شايفين كده. في الوقت اللي انا بقطع فيه القرنبيطة كنت حاطة مية بتغلي ومولعة على مية، وبعد ما اقطع القرنبيطة هنبتدي نشطفها وهحطها تتسلق، ونبتدي نجهز الخلطة. ان اهم خطوة في القرنبيط هو الخلطة اللي احنا هنعملها، اللي هننزل فيها القرنبيط. خلاص كده انا قطعتها شوية، هكمل. بعد ما قطعتها جبت بصلاية كبيرة وهقطعها مكعبات صغيرة جدا كده. انا قطعتها، ما صورتش التقطيع عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. قطعتها بالسكينة، تقدري تعمليها في الكب. دي المية اللي بتغلي، حطيت فيها ملح وكمون، وهنكون شطفنا القرنبيطة وهنبتدي ننزلها تتسلق. وهي بتتسلق حطيت حاجة على النار، حلة صغيرة كده على النار، وهنبتدي نحمر في البصلة اللي احنا قطعناها. القرنبيط هسلقها يعني مش سلقة جامد لدرجة انك انت تهري، يعني 5 دقايق كده. سلق مش اكتر، يعني بحيث ان هي متبقاش مهرية معاكي قوي ولا هي نية، يعني تخليها ايه، خير الامور الوسط. حطيت شوية الزيت ونزلت بالبصلاية ونبتدي نحمرها. أول ما تاخد لون هنزل عليها بحوالي 3 كوبايات مية. خلاص كده أخدت اللون اللي أنا عايزاه، اللي هو اللون الذهبي غامق شوية كده. ونزلت عليها بكوبايتين مية، وبعد كده حطيت كوبايتين، يعني كل الكمية حوالي 3 كوبايات مية. أنا هنا مزودة الخلطة لأن كنت عايزاها في حاجة تاني. إنما هي القرنبيط الصغيرة اللي كانت في إيدي دي وزنها حوالي كيلو 600 جرام، هتاخد حوالي كوبايتين من المية. وتزودي بقى بعد كده ايه الحاجات اللي احنا ايه هنضيفها عليها. خلاص كده انا زودت المية ونزلتها من على النار على طول، ما سبتهاش تسخن ولا تغلي ابدا. حطيت كمون وكزبرة وتوم بودرة وبصل بودرة، وهنحط بابريكا، وحطيت كاري، وحطيت كمون وكزبرة انا قلت لكم عليهم. هكتب لكم في الصندوق الوصف كل الحاجات اللي انا استخدمتها. ودي بهارات مشكلة كانت عندي. وهنحط كمان ملح ليمون، ده المهم جدا. ملح ليمون وكربوناتو، دول هيدوا هشاشة للخلطة، يبقوا حلوين جدا. ده الملح والكربوناتو. وبعد كده هزود ملح. الملح اللي انا زودته في الاخر كان ملح مبهر بكمون برضو، او تقدر تستخدم ملح سادة. قلبتهم كويس. ده الملح ملح وعليه كمون عشان كان موجود عندي. هقلبهم كويس جدا، وهنبتدي ننزل بالدقيق، وهنحط نشا. اول حاجة هحطها 4 معالق صغيرين من النشا، عشان المعلقة اللي في ايدي كانت صغيرة فحطيت 4. تقدري تستخدمي 4 معلقتين بس كبار من النشا، معلقتين هرميين كبار من النشا. وهحط الباقي الكمية من الدقيق. كده انا بحط الدقيق. هتنزلي من الدقيق شوية شوية كده لحد ما توصلي لعجينة شبه عجينة الكريب كده، واتقل شوية. عايزة اقول لكم ان معلقة قصدي البصلية اللي انا حمرتها دي بتدي طعم حلو جدا جدا للقرنبيط وريحة. يمكن أجمل من التوم. في ناس بتستخدم التوم، لأ البصل أفضل. خلاص أنا بنزل أهو بالدقيق. شايفين لون الخلطة حلو إزاي؟ هقلبها كويس جدا جدا لحد ما تبقى العجينة كده إيه، مفيش فيها أي تكتلات في العجينة، ومفيش دقيق، يعني ما تقلبش كويس.
لو حسيت ان هي خفيفة زود دقيق تاني، لو حسيت انها تقلت منك زودي شوية مية صغيرين، معلقة كده ولا حاجة، لحد ما تلاقي العجينة شبه عجينة الكريب او واتقل شوية من عجينة الكريب. وطبعا تقدري تدوقي الملح وتظبطي الملح بتاعك على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. بس عايزة اقول لكم ان يعني ملح الليمون حلو جدا، البصلة اللي متحمرة حلوة جدا برضو بتدي طعم حلو، طعم وريحة. هنا انا حسيتها خفيفة فزودت شوية من الدقيق وبقلبها تاني كده. خلاص تمام قوي اهي زي ما انتم شايفين. معايا شوية خضرة يعني خضرة مشكلة، هتضيفي منها شوية كده حوالي كبشة حلوة كده. برضو الخضرة بتدي طعم حلو جدا للقرنبيط، عشان ما يبقاش ايه احنا بننزل القرنبيط في عجينة كده عادية سادة وكده، لا الحاجات دي بتديها طعم حلو. حطيت بقى حلة على النار فيها شوية من الزيت أو طاسة غويطة شوية، وتبتدي بقى تنزلي القرنبيط في الخلطة اللي احنا عملناها وهنحمر على طول. حبة النشا بيدوا قرمشة حلوة جدا للقرنبيط زي ما هتشوفوا كده. أنا هحمر معاكم رصة واحدة بس وهكمل الباقي كده من غير تصوير عشان ما نطولش الفيديو عليكم. يعني هي حتى الرصة الواحدة اللي أنا بحمرها دي أخدت وقت برضه. يعني عايزة أقول لكم إن الخلطة المظبوطة القرنبيط بتاعها وانت بتحمريه هياخد وقت على النار. لو الخلطة بتاعتك اللي انت عاملاها فيها حاجة غلط هتلاقي القرنبيط أخد لون و... ومن جوه يبقى لسه ايه مستواش كويس. انما القرنبيط الخلطة اللي تاخد وقت على النار تأكدي انها هتطلع معاكي مقرمشة وحلوة جدا. يعني بصوا بتاخد وقت من غير ما تلون، يعني أخدت وقت من غير ما تلون. يعني هنا رغم إن أنا مسرعة لكم في الجزء ده، بس أخد معايا وقت أهو في التصوير مش قليل. نبتدي اهي لونها يغير اهو نبتدي نقلب فيها، لما لونها يغير نبتدي نقلب فيها. في الوقت ده طبعا وانا بقلب كنت حاسة بصوت القرمشة، يعني بتخبط كده في المعلقة اللي انا بقلب بيها. يعني تحسي بقى صوت الشخللة كده بتاعت القرمشة بتاعت القرنبيط. طبعا الكل بيحب الحاجة تكون ايه فيها قرمشة شوية. خلاص كده خلاص قربنا نطلعهم اهو. شايفين بخبط فيها يعني مقرمشة جدا جدا. طعمها كمان كان حلو جدا بجد، البصل المحمر بيدي طعم حلو جدا اهو شايفين. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وباي باي.